اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات، معلش كنت غايبه عنكم. بس غصب عني والله. كنت تعبانه شويه. النهارده بقى هنعمل طريقه الفول. مش هتعملي الا الطريقه دي، هتعتمديها في كل مره. كل مرة تيجي تعمليها تدمسي الفول بالطريقة دي. طريقة سهلة ولذيذة والطعم جميل يا بنات. تحفة. غير اللي بره خالص، غير اللي انت بتجيبيه من بره خالص جاهز. لا، هاتي نص كيلو ووفري واعملي. هتعملي كمية حلوة جدا هتستخدميها على طول طبعا في سحور رمضان. كل سنة حبايبي طيبين، وبعد الايام عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات. النهارده بقى يا بنات اهوت. طبعا انا نقعاه من بالليل. يعني مثلا من المغرب كده بتنقعيه ليله كامله زي اهالينا زمان ما كانوا بينقعوا الفول. يعني بيقعد اقل حاجه 12 ساعه معاكي في الميه. طبعا انا هنقعاه من بالليل. زي ما انتم شايفين كده في ميته اهو. زي ما انتم شايفين حبيت اوريكم كل حاجه على الطبيعه. يبقى معايا في الفيديو ماشيه معايا خطوه خطوه. خلاص اهوت انا صفيته اهوت من الميه. طبعا اتضاعف حجمه خالص. ده نص كيلو فول بلدي عادي خالص. نزلت عليه جزرة مبشورة وربع كوب عدس، وطبعا معلقة كبيرة صلصة. لا اما صلصة اللي هي الاكياس، لا اما صلصة البيت اللي عادي. البيت بتاعتنا اللي احنا بنعملها في البيت يعني العادية دي. نص ليمونة هنركنها على جنب، هقول لكم هنعملها امتى. هنا بقى معايا هي قدرة الفولة هي بتجيبيها يا بنات. طبعا هننزل فيها المقدار اللي احنا عملناه ده كله، الفول والعدس والجزرة. وكمان الصلصة. ده كله هتنزليه في القدرة. لو ما عندكيش القدرة ديت هاتي حلة بس تكون محكمة الغلق. لازم تكون محكمة الغلق عشان هتقفليها كويس من فوق تستوي براحتها خالص. وتحطي فيها برضو نفس اللي انا بحطه دلوقتي. خلاص. خلاص كده يا بنات انا نزلت المقدار كله اهوت زي ما انتم شايفين. هنجيب النص ليمونه بقى اللي انا عينتها على جنب، هتعصرها كده. فايده الليمون اللي هو على طول بيخلي الفول على طول يستوي معاكي، يعني 3 4 ساعات ويكون مستوي معاكي ومتدمس وزي العسل. ما بياخدش وقت كتير معاكي. تمام. معايا هنا بقى اهوت جبت شفشق ميه اهوت. هتسقي الفول بتاعك لغايه ما يبقى يعني فوقه بعقلتين كده. تمام كده. طبعا احنا هنزود الميه ديت كل ما الميه تخس معانا وهي على النار. بنزودها تاني. تمام. معايا القدره اهي بقى على النار اهوت زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ببقى معليه اول 5 دقايق لغايه ما تغلي غلوتين، وبعدين بتهدي النار خالص. شمعه صغيره خالص يا بنات. تمام. بتتنيه يستوي معاكي يعني من 3 4 ساعات. يعني من 3 ل 4 ساعات. وبعد ما يستوي هوريهولكم. هنا اهو يا بنات اهوت كان غلي معايا. بوريكم اهوت اول ما يغلي على طول بتهدي النار شعله بسيطه خالص وتسيبيه يستوي براحته خالص. طبعا بتكوني كاتماه بالغطا بتاعه، لازم يكون مكتوم بالغطا بتاعه كويس جدا. هنا هو كان استوى معايا اهوت. طبعا هو قعد معايا بالظبط 4 ساعات زي ما انتم شايفين كده. استوى وبقى زي الفل معايا اهوت. خلاص كده يا بنات اهو هبدأ اغرف منه بقى. هعمل شوية والباقي هخزنه طبعا في اكياس في الفريزر. انا مش هعمل الكمية كلها دلوقتي لان الكمية كتيرة جدا عليا. انا عاملة نص كيلو. نص كيلو ده هيعمل معايا 5 اكياس احطهم في الفريزر. طبعا الكيس بيقضي 4 افراد. تمام. عشان احنا 4 بعمل الكيس على قد 4. هنا اهوت يا بنات اهوت غرفت في طبق اهوت عشان اعمله للسحور بقى لليلاتي. كل سنه وانتم طيبين. اول سحور لينا. كل سنه وانتم طيبين يا رب وبعود الايام عليكم. هنا اهوت حطيت نص ليمونه وحطيت زيت زيتون. وطبعا هظبطه بالملح والفلفل والبهارات. واحط شويه لو حابه تحطي شويه طحينه حطي. لو حابه تعمليه بصلصه اعملي. طالما الحاجه معموله في البيت بتبقى زي العسل. لو عملتها بكذا طريقة بتبقى زي العسل. هنا بقى بدأت اهوت اهرسه كده بالشوكة معايا. طبعا هو مش مستحمل. شايفين الحباية جميلة ازاي مستوية خالص. عامل زي الزبدة. جميل جدا 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 جدا. اعمليه بالطريقة ديت وانت هتدعيلي. قومي بقى اعمليه وهاتي نص كيلو واعمليه في بيتك وهو يقضيكي يعني 4 5 مرات. اوفر واحلى واطعم من اللي بره بكتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا هخزن بقية الكمية بقى في الفريزر. هعمله في 5 اكياس.
ما تنسيش تحطي لايك بقى وتشجعيني بلايكات كتير وتعليق حلو كده عشان تشجعوني الفترة الجاية اعمل لكم طول رمضان فيديوهات حلوة وجميلة. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. مع السلامة.